شوية الالكترو تايتن ماتت، لسه الملكة مكملة 9 ثواني، يا ترى هيلحق يمسح ولا لا؟ ديمو مبدع في الهجمة دي، انا ما كنتش متوقع ان هو يعمل كده. 2 ثانية يا معرفش يمسح على اخر ثانية. 99% على برج الساحر، فاضل له ضربة واحدة. بطلة لسه عايشة، الملكة لسه عايشة، الهيلارات لسه عايشة. 19 ثانية قدر يمسح التصميم بكل سهولة. جوجو من الكلان ترايب جيمنج، واحد من افضل لاعبين كلاش اوف كلانس بالعالم. السلام عليكم ورحمة الله، معاكم زين المصري من قناة مصراوي جيمنج في لعبة كلاش اوف كلانس. النهارده جاي لكم بسلسلة جديدة، وهي سلسلة التعليق على البطولات اللي بتقام في لعبة كلاش اوف كلانس للتاون هول 15. قبل ما نكمل في السلسلة دي ولسه بنبتديها اهي، يا ريت تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتقول لي اذا كانت السلسلة دي عجباك نكمل فيها ولا لا. ويلا بينا على الفيديو. طيب يا شباب، اول هجمة عندنا طبعا الكلانين اللي معانا النهارده. واحد ترايب جيمنج، وهو الكلان الالماني الثاني عالميا في لعبه كلاش اوف كلانس سنه 2022 ضد كلان جديد اسمه في ان اي سبورتنج. اول واحد بيهجم واحد اسمه اكسو داني او داني، يعني اختصر ان هو داني. بيهجم باستراتيجيه اللافالون المعروفه في لعبه كلاش اوف كلانس. زي ما انت شايف، نزل بالملكه وراه الهيلارات مع واحده غضب علشان يقدر يحافظ عليها، ونزل بالاله علشان تاخد له الاسكاتر حتى يخفيها علشان يقدر يحافظ على الملكه بتاعته. نزل بالملك على يمين الملك علشان يقدر يمحي جزء كبير من التصميم ويوديه ناحيه الاسكاتر. طلع شويه فخاخ على آلة الحصار، فاضطر ان هو ينزل واحد مليون علشان يحافظ عليها، واحد بيبي دراجون برضه علشان يشوف في افخاخ تاني ولا لا. قدر ان هو فعلا يشيل السكاتر، ولكن الهيلر بتاعته اتضررت بشكل كبير. الدعم طلع عليه. طبعا التصاميم دي بتبقى صعبه قوي يا جدعان. في الملكه بتاعته خسرها، ده انا ما لحقتش اكمل الكلام. التصاميم بتبقى صعبه ان هو يهجم عليها، ما دي بطولات. زي ما انت شايف ان ماشي، ابتدى ان هو يوزع لافا لون. هو دلوقتي اكيد يعني مش هيقدر يمسح بعد اللي عمله ده، فاضطر ان هو يوزع لافا لون عشان ياخد النجمتين في الهجمه تقريبا. دي اول هجمه ضايعه منه، فهنشوف هيعمل ايه. زي ما انت شايف، واحده غضب مع المفروض خاصيه الامر دلوقتي، ولا يستنى شويه عشان يخرجوا من سم التاون هول. خد 50%. دي اول نجمه، يا ترى هيقدر يمسح التاون هول؟ هيقدر ولا لا؟ هيقدر اكيد. تمام، قدر يمسح وخد نجمتين وتمام كده. ولسه فاضل له تلات ارباع تصميم وتعويذاته خلصت والدنيا معاه ضايعه خالص. بس دلوقتي هو بيبحث ان هو ياخد نسبه عاليه. زي ما انت شايف، قدر ياخد لحد دلوقتي حوالي 68%، وخسر جنوده كلها وشكلها هتخلص على كده من غير ما ياخد اي حاجة تانية. 69 خد 70%. وبكده اول هجمة للفين في ان اي سبورتنج تخلص بواحد 72%، وتكون دي نهاية الهجمة الاولى. ونخش على الهجمة التانية لكلان ترايب جيمنج. اول هجمة لكلان ترايب جيمنج نيبروكس طبعا ده اسم الماني يا جدعان. نزل بجنود تنظيف، ودلوقتي نزل بالملكة من فوق. تصميم من فوق، وطبعا مش وراها هيلارات. وهينزل بإلكترو دراجون، بيهجم بإلكترو دراجون في بطولة 20,000 دولار. نزل بالآلة وشوية بالونات. وطبعا الآمر في الوضعية الجوية واتنين غضب، وخاصية الآمر مع منطاد المعركة على أساس إن هو ياخد له التاون هول. فقادر فعلا مع واحدة تجميد هيقدر ياخد التاون هول بكل سهولة، ويحفظ الجنود بتاعته من ان يتم تدميرها باستخدام سم التاون هول. لسه معاه تنانين بكميه كبيره. الملك والملكه شايفين شغلهم بشكل كويس على يمين التصميم وشمال التصميم. الكتير من الكترو دراجون لسه عايشين، ولكن المدفعيه بتدمر فيهم. بس المدفعيه خلاص كده اتدمرت. زي ما انت شايف، هجمه سبام عاديه ما فيهاش اي تفكير حتى. يا ترى بس هيقدر يمسح التصميم ولا لا؟ الملك بيشوف شغله كويس. الملكه لسه بفول هيلث بتاعتها، ولسه الخاصيه بتاعتها. البطله تقريبا لسه ما نزلهاش في التصميم، المفروض يبتدي ينزلها دلوقتي، ولا مش عارف هو مستني ايه. تمام، لسه معاه 2 تجميد. تقريبا الهجمه متجهه للمسح، بس لو الملكه قدرت ان هي تاخد له جزء كبير من التصميم. زي ما انت شايف الالكترو دراجون اللي معاه كله مات، فاضل له واحد بس. نزل اخيرا بالبطله بعد انتظار كتير، وهيستخدم معاه التجميد على اساس، ولكن طلع عليها سكلدونات هيبطئوا من هجمتها في ان هي تمسح. لسه كمان الديجي اللي هو الحيوان قايم معاه بشغل كويس قوي. البطله هتخسر خاصيتها، كان ممكن يمسح لولا السكيلتونات اللي طلعت عليه كتير دي. لسه فاضل له السكاتر، فاضطر ان هو يفعل خاصيه البطله. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ فاضل دقيقه وطلع عليه سكيلتونات تاني، فمش هيقدر يمسح. وطبعا زي ما انتم شايفين ضاعت عليه المسح، بس النسبه كويسه، جايب 95%. نخش على الهجمه اللي بعدها. لا لسه 96، لسه الديجي قايم بشغله وتقريبا مش هيمسح تاني. يلا نخش على الهجمه التانيه الفين في ان اي سبورتنج. وبكده الهجمة هتنتهي أكيد 88% من غير ما يمسح. تاني هجمة ل VNE سبورتنج ما قدروش برضو إن هم يمسحوا، خدوا 4 نجوم بنسبة 32% من أصل ال5 هجمات. تاني هجمة لترايب جيمنج باستخدام الملكة الماشية، وهيستخدم سوبر باولر
مع التايتن، انا اول مره اشوف الهجمه دي. وكمان السحر الجديد ده اللي هو ابن الامر تقريبا، وقالب قاذفه الجذوع. تاني هجمه لجوجو، واحد من افضل لاعبين الكلان الالماني في لعبه كلاش اوف كلانس. حرفيا انا متوقع ان هو يمسح الهجمه دي من قبل ما اشوفها، مع ان هي هجمه غريبه اصلا. زي ما انت شايف هو محافظ على الامر. هو نزل بالامر الماشي مش الملكه الماشيه. تمام. نزل بواحد ارشر بينظف هو على اليمين طبعا عشان ما يضيعش وقت الراجل، فهمان يعني. تمام. واحده من الاخفاء مع غضب عشان يحافظ على الامر بتاعه من الاكس بالارضي ده. طبعا هو الامر في الوضعيه الارضيه طبعا. قدر ان هو يمسح السكاتر، نزل على طول بالملكه عشان الامر يمشي وراها. وهيخش يمين التصميم، واكيد هينزل بالجنود من هنا دلوقتي يمين التصميم، على اساس ان الهيلر تذبحها السوبر. باولر عامل شغل كويس قوي، نزل قدامه بالايس جولم عشان يحافظ عليه. المدفعيه اتفعلت وكل الجنود راحه ناحيه المدفعيه. حط الملك فوق على اليمين على اساس ان الجنود تخش المنتصف التصميم. حط واحده غضب في مكان مناسب قوي تخليهم يخشوا المنتصف التصميم. حط آلة قاذفة الجذوع في بعيد شويه، بس المفروض كان يحطها بدري شويه، ولا هو ادرى يعني. وحط واحده غضب خلى الجنود تروح ناحيه الآلة. والجنود دلوقتي هتخش منتصف تصميم. الملك نضف لهم بشكل كويس، فعل الخاصيه جت على الاله يا جدعان، يعني هيحافظ عليها وهيحافظ عليهم وهيقدر يقضي على الدعم اللي طلع عليهم اللي هو السوبر مينيون. دخلوا منتصف التصميم، هيقضي على منتصف التصميم بكل سهوله. طبعا الهيلر بدات ان هي تتبع الجنود وتتبع برضه في الملوك. فاضل له مسح 3/4 التصميم، لسه 58. قدر ياخد التاون هول، لسه معاه الدعم بتاع الآلة. طلع السوبر باولر 3 بس عاملين شغل خارق في منتصف التصميم. قدر ان هو يقضي على منتصف التصميم، ويا ترى هيقدر بالايس جولم. قدر ان هو يجمد بقية التصميم مش منتصف التصميم، ما بقاش حاجة من التصميم عشان يسيبها. زي ما انتم شايفين قدر يمسح باستخدام 3 بس من السوبر باولر. بصراحة السوبر باولر عظمة يا جدعان. قدر ان هو يمسح لسه قدام 32 ثانية. هل الوقت كافي؟ مع جنود تنظيف مش كتير، بس السوبر باولر لسه عايش، ومعاه البطلة لسه عايشة، الملكة لسه عايشة، الهيلارات لسه عايشة. 19 ثانية قدر يمسح التصميم بكل سهولة. جوجو من الكلان ترايب جيمنج، واحد من أفضل لاعبين كلاش اوف كلانس بالعالم. الهجمة اللي بعديها بتاعت إبرو من في ان اي سبورتنج. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا، عشان كلان في ان اي سبورتنج في وضع حرج خالص. نزل بالملكة من فوق، ويا ترى هيعمل ايه. طبعا مش انا اللي بصور يا جدعان، مش عارف اتحرك واقرب لكم، فانا بشرح برضو على اللي انا شايفه، فاعذروني شوية. نزل بالملكة ونزل بواحدة من البالونات عشان يطلع اي فخاخ، ولا هو عايز ايه بالظبط؟ عشان فيه هيلر معايا، بس المفروض كان نزل الهيلر من بدري. هو ادرى برضه يعني، لعيب بقى. تمام. طبعا البطولة دي الأول بياخد 10,000 دولار، والتاني بياخد 5، والتالت بياخد 2000، وهكذا يعني يا جدعان. فحتى السابع والثامن هما 8 كلانات، لو عايزين نعمل فيديوهات عنهم كلهم هعمل. فالثامن حتى السابع والثامن بياخدوا 250 دولار، بيقسموها مع بعض بقى، ولا مش عارف بتتحسب ازاي يعني. فمع بعضيهم يعني. والسابع والسادس والسابع بياخدوا 500 دولار. تعالوا نعمل كلان يا جدعان، نخش المسابقة دي باسم مصر او بالعراق، عشان اكتر متابعيني بالعراق. صحيح يا جدعان، انا اكتر متابعيني من العراق، وبيبقوا كمان مش مشتركين في القناه. فيا ريت يا جدعان تشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس. زي ما انتم شايفين نزل بنص الجيش، كانت هجمه من لافالون. لسه محافظ على الملكه، والملك بتاعه الملك مات، ولسه العنقاء شغاله بتقضي على اسمه ده كوخ البناء ده. الملكه داخله منتصف التصميم بكل سهوله. قدر ان هو اكيد يقضي على الدعم لو كان في دعم. واحده اخفاء عشان يحافظ على الملكه. زي ما انتم شايفين المدفعيه اصطادت له الهيلر وهتقدر. فاضل لهم ضربه واحده يا جدعان. ماشي. اضطر ان هو ينزل باللافا والبالونات وآلة الحصار. يا ترى هيقدر يمحي التصميم ولا لا؟ لسه فاضل له التاون هول. الملكه بشغل كويس قوي رايحه ناحيه التاون هول، وهتقدر تاخد التاون هول. لسه معاه خاصيه الملكه؟ لا مش معاه. تمام. آلة الحصار هتقدر تاخد له المدفعيه بكل سهوله. قدر ان هو يحفظ البالونات بتاعته باستخدام خاصيه الامر. تمام. لكن الملكه راحت معاه، عملت شغل كتير الصراحه في الهجمه. لسه معاه بالونات كتير، ولسه معاه جنود تنظيف كتير. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ بس اللي بيقف قدامه المليس، مش معاه ولا سبيل يقدر يحافظ بيه على البالونات بتاعته. تمام. لسه معاه البطله كمان ما استعملهاش. تمام. معاه جنود تنظيف لسه كتير. لسه عايش له هيلر. البطل نزلها واستعمل قدرته على طول كده. المليس اللي واقف بينه وبين الهجمه، اكيد الهجمه مسح تقريبا. بدأ ان هو يفوش، باين عليه ابرو ده لعيب من قعدته اللي هو قاعدها دي، واثق قوي. طلع عليه شويه افخاخ، راكب تنين مش مهم. قدر ان هو يمسح تاون هول 15. تصميم معقد طبعا بكل سهوله للعيب ريكيرز. تمام. نخش على الهجمه اللي بعدها. زي ما انتم شايفين ده اسمه اكسوزيست. انا مش عارف انطق اسمه يا جدعان، خلينا نشوف الهجمه بتاعته خلاص. تمام. انا اول مره اشوف اللعيب ده في الترايب جيمنج عامه يعني، لما كنت بتابع البطولات دي. تمام.
ضد تصميم في ان اي سبورتنج اسمه اليتانو. تمام. نزل بالملكة الماشية، هيستخدم استراتيجية عبارة عن 25 هوج. 25 هوج في في التاون هول، في بطولة التاون هول ال15. مش عارف هتنفع ولا لا. هو طبعا نزل بالآلة على يمين الملكة وعايزة تاخد الاسكاتر مع واحدة غضب، هي الملكة تاخد التاون هول. الملك على شمال الملكة يمسح جزء كبير من التصميم ويروح ناحية الاسكاتر. ده هو ماشي، والدعم طلع على الملكة، فاضطر ان هو يفعل خاصية الملكة. قدر يدع الدعم بس مش كله، لسه فاضل له الايس جولم، لسه فاضل له واحد بس. هو اتجه ناحية الملك. طيب، بدأ ان هو الملك راح له في اتجاه الاسكاتر وعايز يدعي الدفاعات اللي هتقضي له او هتأثر له على الهوج. نزل بالهوج من تصميم فوق على الشمال، وراه الامر طبعا بالخاصية الارضية. لسه معاه كمية هوج كبيرة، المفروض كان يفعل خاصية الامر، داس على التجميد. مش معاه فعلا استعمل خاصية الامر. لسه معاه واحد اتنين تجميد يقدر يجمد بيهم منتصف التصميم. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ لسه محافظ على الملكة بتاعته ماشي، ومحافظ على الجنوب بتاعته، بس الجنوب بتاعته بتنقص واحدة ورا التانية. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ قدر ياخد المونليز بكل سهولة، فاضله مسح جاب 75% تقريبا. لسه الملكة عايشة، قضت له على قلعة القبيلة، الجنود الهجات بتاعته راحت. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ لسه معاه خاصية البطلة الملكية، فعلها اهو، هيمسح تقريبا. فاضله دفاعات خفيفة، فاضله برج الساحر هنا مع برج الأرشر، ومعاه جنود كتير. الملكة ملتية هناك في السور عمالة تنظف. لسه فاضله 47 ثانية، هيقدر يمسح بكل سهولة من اللي انا مش عارف انطق اسمه، من ترايب جيمنج ده. قدر يمسح تصميم بكل سهولة. تخش على هجمة ديمو من في ان اي سبورتنج على نيبراكس من ترايب جيمنج. زي ما انتم شايفين كلان الترايب جيمنج متفوق في النسبة ومتفوق في عدد النجوم، وطبعا مع تساوي الهجمات على كلان في ان اي سبورتنج. الهجمة عبارة عن، هي هجمة مركبة عبارة عن سوبر باولر مع تايتن مع، يعني مش فاهم هي عبارة عن هجمة ايه بالظبط. بس ادينا معاه اهو، هو كل اللي عايزه عايز ياخد بالملكة التاون هول. تمام. ونزل بالملك ده الامر. كده انا فهمت تمام. كان بينضف بالامر وخد، نزل الملك عشان يمشي وراها. نزل بالاتنين سوبر الايس جولم علشان يخش يمشي الجنود لمنتصف التصميم ويحافظ على السوبر باولر مع آلة منطاد المعركة اللي عايز يدخلها ناحية التاون هول تديله على وحط واحدة غضب واستعمل خاصية الآمر. يا ترى هيقدر يقضي على التاون هول ولا لأ؟ طلع عليه الدعم، ولكن مع خاصية الآمر والجنود اللي في منتصف التصميم يقضي عليه. يا ترى يقدر يقضي على التاون هول؟ طلع عليه فخ الإعصار، لكن قدر يقضي على التاون هول. تقريبا كان معاه اسمه ده سوبر سوبر جوبلين. تمام. قدر ياخد منتصف التصميم، حط واحدة إخفاء على الجنود في مكان معين كده، حاسس إن هو يقدر يقضي على منتصف التصميم بكل سهولة. خد 50%، خد النجمتين. ديمو شكله مبدع في الهجمة دي. يا ترى هيقدر يمسح ولا لأ؟ زي ما انتم شايفين لسه الملكة بتاعته عايشة، معاه واحدة هيلر تقريبا بتهيل الالكترو تايتن، وهتموت الهيلر باستخدام الافخاخ. لسه الملك بتاعه عايش، معاه شوية جنود في منتصف التصميم. لا، مش معاه اي جنود خالص غير الالكترو تايتن والملك، والملكة بتاعته لسه بخاصيتها. معاه شوية جنود كده للتنظيف مع اتنين ساحر. يا ترى هيعمل ايه ببقية التصميم؟ تمام. هيقدر بالملك ان هو يشيل السكاتر ده، وبالملكة، ولسه معاه الالكترو تايتن، والوقت مش في صالحه. يا ترى هيقدر يمسح ولا لا؟ تمام. خلينا متابعين. قدر ان هو باستخدام الساحر، لا ما قدرش. ماشي، بس نازل واحده مينيون عشان تقتله على الدفاع اللي هنا طبعا. تمام. وادي العنقاء لسه محافظه على الملك لحد دلوقتي، والملكه لسه بخاصيتها، فاضل له شويه دفاعات. ماشي، لو الملك خد له برج الارشا العنقاء الملك مات. ماشي، الالكترو تايتن لسه عايشه، الصاروخ قضى على العنقاء اللي هنا، وهي شويه الالكترو تايتن ماتت. لسه الملكه مكمله 9 ثواني. يا ترى هيلحق يمسح ولا لا؟ ديمو مبدع في الهجمه دي، انا ما كنتش متوقع ان هو يعمل كده. 2 ثانيه ما عرفش يمسح. على اخر ثانيه 99% على برج الساحر، فاضل له ضربه واحده. طيب، زي ما انتم شايفين يا شباب، الهجمه الرابعه من كلان ترايب جيمنج لكرونوس ما خلصتش بمسح، خلصت بنسبه كبيره بس ونجمتين. ونخش على الهجمه اللي بعديها لكلان في ان اي سبورتنج. طبعا زي ما انتم شايفين الهجمه الاخيره الفي ان اي سبورتنج خلصت بنجمه واحده و 78% تقريبا من غير ما يمسح. فيلا بينا نخش على اخر هجمه للترايب جيمنج لريكيرز. زي ما انتم شايفين البطل قدر يمحي التصميم في اخر ثواني، وقدر ان هو ياخد 100%، وبكده ترايب جيمنج تصعد، واللور براكت ينزل لها الفي ان اي سبورتنج.